حققوا معاه لمدة 11 ساعة متواصلة، وبعديها ارجع بلدك يا ريس. وفي خلال أسبوع كانت أوروبا كلها بتقول له لو سمحت تعالى. دي قصة بتورينا ازاي بكلام بسيط جدا بنقوله لنفسنا وبنصدره للناس نقدر نغير احنا قصتنا ونتحكم فيها. عمر أرتان الحكم الصومالي اللي لأول مرة في التاريخ كان هيبقى فيه حكم صومالي بيحكم في كأس العالم، وكان المفروض هيبقى موجود في 2026 البطولة اللي بتحصل في أمريكا والمكسيك وكندا. بعد ما وصل مطار ميامي فضل بيتحقق معاه لمدة 11 ساعة، وبعديها رحلوه على بلده. الحقيقة إن عمر كان قدامه حل من الاتنين، يا إما إن هو هيطلع يشتكي ويعترض ويشتم ويزعق ويقول this is unfair، مفيش عدل في اللي بيحصل ده، وكان العالم كله هيبقى معاه لأن هو على الحق معاه هو، أو إنه يختار الحل التاني وده اللي هو راح له. عمر رجع مقديشيو وراسه مرفوعة، وده خلاهم هناك يستقبلوه استقبال الفاتحين، استقبال يليق براجل عمل اللي عليه ورجع رفع راسه لفوق. وبسبب ان هو ما خدش دور الضحيه وعاشه وما عادش يلوم على الدنيا كلها اللي حواليه، اليويفا بعتت له عايزينك انت اللي تحكم نهائي كاس السوبر الاوروبي اللي هيبقى بين باريس سان جيرمان واستون فيلا. والحقيقه ان كلنا بنقابل ناس في حياتنا بيحصل لهم مشاكل من سنين فاتوا ويفضلوا عايشين على المشكله دي طول عمرهم. اصلا انا اتظلمت من 10 سنين فاتوا، اصلا انا سرقوا حقي، اصلا انا عملوا فيا ما اعرفش ايه بالعافيه، انا دخلوني جامعه عكس ما انا كنت عايز، جمله يمكن انا قلتها قبل كده. والحقيقه ان التمسك بدور الضحيه عمره ما بيوصلنا لحاجه. ابعتوا فيديو ده لحد انتوا عارفين انه محتاج يسمع الكلمتين دول، وقولوا له صحيح احنا ما عندناش مطلق الحريه والسلطه في ان احنا نحدد ايه اللي ممكن يحصل لنا وايه اللي الحياه هتجيبه في وشنا، بس عندنا كامل القدره والسلطه ان احنا نحدد ونقرر احنا بنتعامل مع الاحداث اللي بتحصل لنا ازاي. بنعيش دور الضحيه ولا بنعتبر اللي حصل ده مطب، عقبه، كيرف، انحناء بسيط جدا في قصتنا اللي مكمله واللي احنا مقررين نهايتها هتبقى عامله ازاي.